يا مساء السعادة والسكر الزيادة على كل اخواتي وكل حبايبي، وحشتوني جدا. ده كان فطارنا النهاردة، حطينا الاكل الاساسي ومعاه البواقي و100 فل و14. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف عملنا ايه. عندنا كبدة الفراخ، انا بقطعها قطع صغيرة كده زي ما انتم شايفين، بعملها معاملة الكبدة الاسكندراني يعني المهم عندنا كده سمنة في الطاسة، سمنة بلدي يا جماعة. وقطعنا كيلو بصل، انا فرماه بكبه، انت حابه تقطعيه على ايدك مفيش اي مشكله، بس كل ما بتكتري البصل طبعا بيبقى طعمها مختلف خالص خالص خالص. وبعد كده ما شوحته شويه نزلت عليه بمعلقه توم زي ما انتم شايفين كده واشوحهم. ما حمرهاش طبعا ولا كده، لا اسيبها بس تتشوح تشويحتين بسيطه كده بس، بتفرق في الطعم وبتفرق في لون الكبده بعد كده يا جماعه. بس تشويحتين بسيطه كده، رحت نازله عليهم بالكبده مغسوله ونضيفه و100 فل و14. برضه اديها تشويحتين مع البصل ومع الثوم ومع حاجاتها ومحتاجاتها، وبعد كده انزل بالتوابل بتاعتها الخطيره الجميله اللي بتظبط الكلام في الاخر. توابلنا ايه؟ عندنا فلفل اسود، عندنا حبان مطحون، عندنا 7 بهارات، عندنا شويه كمون، عندنا رشه جوز الطيب وملح. حابه تنقصي حاجه حابه تزودي حاجه دي بتاعتك انت يا ست البنات، بس دول من الاساسيين، بيدوا طعم حلو جدا الصراحه مع الكبده. اسيبها تتشوح واغطيها، وخلي بالكم ان الكبده من الحاجات اللي بتستوي بسرعه. يلا بينا بسرعه نعمل التوميه، واحلى توميه في البيت بطريقه جميله. 3 معالق نشا نزلت عليها بكوبايه ميه زي ما انتم شايفين. ادوب الحاجات دي كلها على البارد بره، او لسه ما ولعتش بوتاجاز يعني، على البارد خالص. بعد كده ولعت بوتاجاز زي ما انتم شايفين كده، وافضل اقلب فيها بالراحه كده اكني بعمل مهلبيه. اول ما تديني السمك بتاعي اللي انا عايزاه واللون الشفاف الجميل ده كده تمام، اطفي عليها واسيبها تبرد على جنب. ويلا نكمل بقيه وصفتنا يا ست البنات بطريقه جميله وسهله وبسيطه. على الاقل هتلاقي عندك علبه مليانه احسن ما تروحي تجيبي عينات من عند الراجل. ايه بتاعتي بردت خلاص، عندي كوبايه زبادي، عندي معلقه توم، عندي انا حاطه 5 اكياس مايونيز. لو انت عندك العلبه يعني او ازازه مايونيز حطي معلقتين كبار، المايونيز بيدي طعم حلو جدا. انزل بالمكونات بقى بتاعتي كلها، وعندي خل وعندي زيت برضو، بس الزيت هحطه تدريجيا حبه حبه لحد ما اوصل للسمك اللي انا عايزاه من التوميه. نزلت بكيس المايونيز اهو، طبعا لو عندي انا مش عندي فانا حطيت الكيس مفيش اي مشكله يعني. وشويه خل اهو، وعندي شويه فلفل اسود وشويه ملح. حطيت شويه زيت اهو، هضربها الاول. وكل ما احس ان هي تقيله لسه اروح مزوده زيت، كل ما احس ان هي تقيله شويه اروح مزوده زيت. هي خدت حوالي كوبايه الا ربع زيت، بس مش صغيره الكوبايه دي، مش صغيره مش كبيره. وحطيت طبعا الملح والفلفل الاسود، وادي الجمال وادي الحلويات، ومفيش احلى من كده. وعملنا فطار جميل واقتصادي وسهل وبسيط. وده شكل الكبده، ولعت عليها الشوايه كمان خدت وش كده، وكانت تمام التمام و100 فل و14. يا رب الوصفه تكون عجبتكم. عندي بواقي ورق عنب، وكان عندي بطاطس عمرته، وكان عندي رز بالخلطه اللي هو بتاع المحشي سخنته، و100 فل و14. والف هنا وشفا عليكم كل اخواتي وكل حبايبي. يا رب كل حاجه انزلها تعجبكم. تعليق حلو لاختكم يوسف، واحلى متابعه، ربنا يخليكم ليا.